ادي كرة حلوة يا ولد يا ولد يا بيقول أسامة إبراهيم. أسامة إبراهيم ابتسامة وهو هدف، هو أول أهدافه بالقميص الأبيض. ادي أسامة إبراهيم، إنما حلوة أوي أوي أوي. أول هفوة من ديفنس الشرقية، وبعد ما ابتدى يعني يغير التيشيرت كده أحمد جعفر واستشعر اللاعبون في الداخل إنه يعني طب على حساب مين. ادي الكرة الحلوة، عدى محمد إبراهيم بشكل حلو وحطها لأسامة، سندها الأولى وعلى طول ما استناش لحظة خروج عمر رضوان وخد الثانية. ادي محمد إبراهيم يا ولد يا ولد يا ولد، وقف على كورته وحطها حلو. السنده الاولانيه طولت شويه لكن مد على طول رجله ولحق مع الدقيقه 37. اسامه ابراهيم يقص شريط التهديف لفريقه نادي الزمالك، واول اهدافه يحاول فريق الشرقيه زي ما قلت لحضراتكم ما يستسلمش في مناطقه الدفاعيه وينتظر، بيضغط من قدام. ادي هنا مره ثانيه يا ولد معروف يلعب الكوره على طول، تجي له تاني، هو اللي ضابط الايقاع معروف. عدى واحد واثنين، عدى ثلاثه، لعب هربت من تحت رجله لكن جابها تاني محمد ابراهيم وحطها احلى واجمل. واسامه العرضيه حلوه 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 رفعت، حلوه رفعت. يا تاني اهدافه بالقميص الابيض احمد رفعت، تاني اهدافه بالقميص الابيض. والفرحه رايح يقول له احنا انبويه حافظين بعض تمام التمام. اسامه ابراهيم يلعبها لاحمد رفعت، وسجده الشكر لله عز وجل على التوفيق. ما انا بقول لحضراتكم التوفيق هو الاساس. ادي ملعوبه حلوه قوي قوي من ريكو لاسامه، لعبها هناك موسعها بعيد عن معتصم وعن فاروقه. على طول في الدقيقه التاسعه يحرز احمد رفعت هدف تاني لنادي الزمالك. هل ستسير المباراه باتجاه النتائج اللي قلت